السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. في مجال علم النفس النمو، وأنا أدرس هذه المادة في الجامعة. هي مادة مراحل النمو وكل ما يتعلق بالنمو من خصائص، إذا كانت نمو في الجانب الجسدي والجانب الانفعالي والجانب العقلي وكل ما يتعلق بموضوع النمو. من ضمن الأشياء اللي يعني أنا أدرسها ويمكن يعني قدمتها في كثير من الحلقات اللي هي بعض الاضطرابات التي تصيب الأطفال في ما يتعلق بالنمو. ضمن هذه الاضطرابات في اضطرابات في النوم، اضطرابات الأكل، اضطرابات الكلام والكثير من الاضطرابات التي تصيب الأطفال في أعمار مختلفة. نناقش اليوم موضوع اضطراب النوم. يعني نسمع كثير من الشكاوى من أولياء الأمور أو الأمهات، يعني يعني عندهم مشاكل، ابني ما يقبل يدخل ينام في وقت محدد، وأحيانا الابن يعني دائما ينام وهو مجبر على النوم. أنا يمكن لاحظت هذا الأمر. طيب، ما هي أعراض اضطراب النوم؟ أولا، أعراض اضطراب النوم اللي هي تكون صعوبة الانتقال إلى النوم من حالة اليقظة إلى النوم. يعني تجد أن الطفل وهو في حالة يقظة يجد الصعوبة ينام في الوقت الطبيعي وفي الوقت المخصص. نقطة أخرى اللي هي الكلام أثناء النوم، والأحلام والمخاوف والكوابيس التي تأتي للأطفال في هذا النوم، في هذه اللحظة، في فترة النوم. من ضمن الأعراض الأخرى اللي هي قرض الأسنان، يعني أثناء النوم يبدأ إن الطفل يبدأ عنده يعني صوت يعني للأسنان. المخاوف الليلية بما فيها أن الطفل يخاف أنه يذهب إلى النوم، وبالنسبة له النوم يصبح كأنه شبح وكأنه شيء يعني مخيف، ويرفض أن يذهب إلى النوم. اللي هي حركة مس الإبهام بالنسبة للطفل أثناء النوم، تجد أنه والحركة الكثيرة أثناء النوم، وأحيانا الطفل هو نايم يتحرك ويمشي، ونلاحظها. يعني تجد أنه حتى في العائلة يقول لك ابننا أو فلان أو طفل يعني أنه يمشي يتحرك في البيت، وأحيانا ممكن يخرج خارج البيت. هذه كل الأشياء اللي الكلام أثناء النوم، هذه كل الأعراض التي تصيب الأطفال تسمى الاضطرابات النوم. طيب، ما هي أسباب هذه الاضطرابات؟ يعني أولاً هنالك أسباب تتعلق بجانب الصحة. تكون المشكلة الأساسية ربما هذا الطفل عنده مشكلة صحية، من ضمنها مشاكل الربو وغيرها في الجهاز التنفسي. تكون عنده مشكلة في إنه أحياناً مشكلة تكون عضوية، ويعني تكون هي واحدة من الأسباب. مشاكل أخرى اللي هي بالإضافة للمشاكل الصحية، مشاكل نفسية، إنه الطفل يكون يعني في حالة إنه فقد أحد والديه، الطفل يتعرض للتنمر، الطفل يتعرض لمشاكل العنف في البيت، الخوف وعدم الإحساس بالأمان، شعور الطفل بالاكتئاب. هذه كل ما يتعلق بالجانب النفسي اللي هو يعني يكون واحدة من الأسباب الكبيرة جدا التي تجعل الطفل أنه يخاف، أو يعني بالنسبة له النوم يصبح شيء مخيف. أسباب أخرى اللي هي أسباب اجتماعية وبيئية، زي يعني مثلا أسباب اجتماعية وبيئية، مثلا البيت يكون ضيق، غرفة النوم تكون غير مهيئة، تكون يعني يكون في إزعاج، ضوضاء، الإضاءة حتى نفسها. إذا كان الطفل في أسرة والكبار هم يساهروا ويعني تسمع الأصوات، يعني ليس فقط الطفل الصغير، حتى نحن الكبار أحيانا إذا كان البيئة غير مهيئة، يعني تكون الغرفة مثلا صغيرة، يكون في ابتزاز بشري في الغرفة نفسها، عدم تهيئة المكان يعتبر واحدة من أسباب اضطراب النوم. بالإضافة للانتقال لمكان جديد. ونحن نلاحظ يعني يمكن نحن كلنا نعاني من هذه المشكلة، إن الواحد لما ينتقل في مكان جديد ويسافر ويجي لبيت جديد وفراش جديد أحيانا ما يستطيع أن ينام. يعني وكذلك الأطفال، يعني الأطفال مثلهم مثل بقية حتى الكبار، يعني فتكون واحدة من هذه الأسباب.
بمعنى إنه الآن يعني أسباب صحية، أسباب اجتماعية، بيئية، أسباب نفسية، وفي أسباب أخرى تتعلق أحيانا تكون عنده بعض المشاكل، التبول اللا إرادي وغيرها. والتبول اللا إرادي موضوع لوحده، يكون نتيجة كذلك لمرض عضوي أو يكون أسباب نفسية كذلك. وهذا التبول اللا إرادي قد يكون واحدة من عوامل التي تجعل الطفل يخاف إنه ينام، يعني لأنه حتى لا تكون عنده هذه الإشكالية. طيب كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ أولا طبعا نبدأ بالسبب الأول، اللي هو إذا كانت مشكلة صحية لابد أن نعرض هذا الطفل إلى طبيب، وعملنا تشيكين وتأكدنا إنه كل شيء تمام ما يتعلق بالجانب الصحي. جانب آخر، واللي هي أنا أتذكر في حالة ونحن في مرحلة البكالوريوس، في واحدة من الحالات اللي كنا نتابعها، طفل كان يتعرض إلى ضرب وعنف من قبل الوالد، من قبل الأم. فهذا الطفل وهو عمره فوق 8-9 سنوات، وكان يصاب بالتبول ويرفض النوم. فكان السبب الأساسي هي اللي هو العنف والمخاوف وحالة القلق وحالة عدم الأمان، إحساس بالأمان في البيت، هو كان سبب من أسباب اللي هو سبب عنده اللي هو اضطراب في النوم، وسبب ونتج عنه كذلك التبول اللا إرادي. فبالتالي أنا لابد أن أتأكد من هذا الجانب. والجوانب الأخرى اللي ذكرناها اللي هي تهيئة البيت، تهيئة المكان. أدع أحيانا تكون البيت يكون فيه الإضاءة جدا مزعجة، فبالتالي كيف نعالج هذه المشكلة؟ إنه بقدر المستطاع إنه أهيئ المكان ويكون عندي وقت للنوم، تنظيم الوقت. يعني أحيانا للأسف البيت هو حد نفسه ما عنده نظام، فيعني خلو البيت من النظام ومن الانضباط يكون واحدة من الأسباب. نحن لا نلوم الأطفال، لأنه من الذي يقود هذه الأسرة، من الذي يقود قائد هذا البيت؟ هم الوالدين. فإذا كانوا هم الوالدين في نفسهم يتأخروا في النوم وما في جدول واضح للنوم، فبالتالي الطفل يجلس يقول لك بابا جالس ماما جالسة ماسكة الجوال. فبالتالي حتى نكون نحن قدوة في كل شيء لابد أن نراعي هذه الأشياء، ليس فقط إحنا نقول أنت طفل نام فنكون إحنا يعني نقول ما لا نفعل، فتكون حتى لا ينطبق علينا قول الله سبحانه أن تقول كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلوا. وهذه الحالات التي نشاهدها أحيانا للأسف كثير من الأسر، نجد أنه أطفال يساهروا ساعات وساعات من الليل في ماذا لا ندري، في شيء يعني سبحان الله لا يفيد بالنفع، لا من جانب صحي ولا جانب نفسي ولا أكاديمي ولا غيره. يعني حتى السهر يكون في غير إنتاج، فكل وقت نحن نحاسب عليه، وبالتالي صحة أبنائنا هي تعتبر الأساس. فلا بد أن نراعي هذا الشيء، وأن نراعي نحن كأولياء أمور حتى يعني لا تصبح بالنسبة للطفل هذه تصبح عادة عنده، لأنه من كثرة التكرر عنده السهر ومضيعة للوقت وعدم الإحساس بالمسؤولية، وكل هذه الأشياء حقيقة هي جملة من السلوكيات الخاطئة لابد نحن نتحمل مسؤوليتها. نسأل الله أن يعيننا ويعينكم جميعا في أن نكون نحن قدوة حسنة بالنسبة لأبنائنا، ويعيننا في التربية الصحيحة للأبناء. وصلنا لختام حلقتنا في هذا الموضوع، نلقاكم في موضوع آخر وحلقة جديدة من برنامجنا نبدأ إن شاء الله. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.